En un momento te lo quitan. Le distraen, le preguntan si es suyo. عمرك ترتكب هذا الخطأ هذا في حياتك؟ ملي تبغي تخرج فلوس من البنكه، السيده مشات لها 800 الاورو في فرا مشات واعين. غنحط لكم دابا واحد المقطع ديال الفيديو تشوفوه معايا باش تعرفوني اش كنهضر وتشوفوا التقنيات اللي كيستعملوها هاد الشفاره باش كيدوا الرزق ديال عباد الله. هادشي هذا خاصنا نكونوا على بال باش ما نطيحوش في هذا الفخ. شوفوا معايا هذا المقطع ونكمل معكم الفيديو ونهضروا على مجموعه ديال الامور باش نردوا البال ديالنا ان شاء الله. دير معك واحد لايك، تفضل شوف معايا المقطع ونكمل معك. Es el momento en el que una banda roba dinero a una mujer mayor, mientras ella saca dinero del cajero. Uno de ellos le dice que se le ha caído dinero al suelo y mientras otro le roba la tarjeta. A esto le llaman la siembra. Estaban perfectamente organizados y actuaban a la vista de todo el mundo. Los Mossos han conseguido desarticular este grupo que operaba en Cataluña. Hay 4 detenidos. Primer objetivo de la banda, seleccionar a la víctima. Una vez allí se acercan, intentan ver el pin que marca. Y una vez detectan ese pin es cuando se ponen todo el grupo en alerta. Uno tira el billete al suelo, le distraen, le preguntan si es suyo. En ese momento que la víctima empieza a mirar que si es mío, que si no es mío, por detrás la otra persona extrae la tarjeta bancaria. Mientras la persona mayor se queda aturdida, piensa que la tarjeta se la ha tragado el cajero. Y si hay otro cajero al lado, pues ya inmediatamente empieza a operar. Se trata de un grupo reincidente. Los Mossos han detenido a 4 personas con un botín de más de 21.000 euros. اذا الاخوه والاخوات كيف ما شفتوا هذا الفيديو اللي حطيتكم دابا، يعني التقنيات اللي كيستعملوها هاد الشفاره باش كيسرقوا عباد الله. هذا الفيديو اللي وريتكم دابا واحد السيده كبيره في السن غادا للكاخيرو باش تخرج الفلوس، وكان الفلوس ديال البنسيون ديالها 800 الاورو، داكشي اللي كتخلص البنسيون ديالها كامل، يعني التقاعد ديالها كامل بغات تخرجو من البنكه باش تصرف به بحياتها. فرا مشات واعين، غير كتجي للكاخيرو كدير الترخيطه، كدير الكوديغو، كدير الفلوس اللي غتخرج، واحد اللحظه كتبقى تسنى الفلوس باش تخرج. هذيك اللحظه اللي كتسنى فيها الفلوس باش تخرج كيجي واحد كيقول لك راه كيطيح شي ورقه في الارض ديال 10 اورو ولا 20 اورو، ولا كيقول لك راه طاحت لك شي ورقه، انت كتحني كتشوف كتهزها، كيجي الثاني كيجبد ديك الفلوس ديالك اللي خرجت، لان كاين واحد الفراكسيون ديال 10 ديال السكوندوس بلا ما كدير العدد الفلوس وكتسناها تخرج، ملي كدير الماكينه ديك باش غادي يخرجوا هذيك الفراكسيون هذيك ديال 10 ديال السكوند، كيجي وكيحط لك واحد بيتي في الارض ديال 10 اورو 5 اورو 20 اورو، كيقول لك راه ديالك، انت كتقول له ديالي ماشي ديالي، كتلها ولا ربما كتحني كتوزها، كيجي الاخر كيجبد لك الفلوس كيدير لك رزقك كامل. التقنيه هذه ماشي كان ضحيه فيها واحد او جوج او ثلاثه، او كان ضحيه ديال العشرات والمئات. هادو يعني باندا منظمه عصابه كتنشط في برشلونه، واللي جبروها ادات بزاف ديال الفلوس لعباد الله. فاش مشاو عندهم للدار لقاو عندهم 21,000 ديال الاورو اللي لقاوها عندهم في الدار. هذه فلوس اللي لقاوها ليكيد. اما اللي كانوا كيصرفوا وكيخلصوها وكيخسروها يعني فلوس كحله، لان فلوس بارده غادي تكون كتخسر بطريقه بارده. اذا هذه واحد الطريقه اللي خاص اي واحد يرد باله منها فاش تكون في الكاخيرو. فاش تكون في الكاخيرو كتخرج فلوس ما تكونش منتبه لشي حاجه اخرى من غير الكاخيرو، او الكاخيرو اللي فيه شي حاجه مشبوهه او شي بلاصه اللي هي خاليه ما تخرجش كاع ديك الفلوس. دائما حاول تصرف بالعقل في اي بلاصه تحركتي وفين ما مشيتي. هذه طريقه كنتقاسمها معكم باش نردوا بالنا كاملين بينا، سواء الناس اللي كيعيشوا هنايا في اسبانيا او الناس اللي كيجيو زياره لاسبانيا. بطبيعه الحال هادشي كلشي خصو يرد بالو منه، وما كنهضرش على اسبانيا فقط، لان هادشي هذا كيوقع هنا وكيوقع حتى في الدول الاخرى، حتى في بلادنا يقدر يوقع. اذا الانسان خصو يكون دائما على بال في اللحظه ديال الاخراج ديال الفلوس. هذه طريقه استعملوها ونصبوا بها على بزاف ديال الناس وخدامين بها، خاصه مع الناس الكبار، مع الناس الكبار وحتى الناس اللي باقيين شويه ما فايقينش. هذه كيستعملوها بزاف. عندنا طريقه واحده اخرى اللي كيستعملوها هنا في اسبانيا، وهذه خاصه يعني ملي كتبغي تبيع شي حاجه في الانترنت. الا كنتي غتبيع واحد الطوموبيل او لا موتور او لا شي حاجه كتبيعها في الانترنت ساويه واحد الثمن 1000 اورو 2000 اورو 3000 اورو، كاين واحد الطريقه يقدر يضحكوا عليك بها ويدوا لك الفلوس وداون واحد السيده اسبانيه 3000 الاورو فرا مشات واعين. كيفاش وقع؟ دابا مثلا انت عندك واحد الطوموبيل كتبغي تبيعها في ولا بوب ولا تبيعها في ميلانوسيوس ولا شي حاجه بحال هكا، كتصور الطوموبيل كتحطها تتباع، كيتواصل معك شي واحد كيقول لك الطوموبيل هذه عجبتني بغيت نشريها، كتقول له اوكي شنو ندير معك؟ كيقول لك صافي راه عجبتني ما بقيتش بغيت نريزيرفيها باش ما يديها حتى شي واحد اخر. كتقول له باغي دير اللي بغيتي، كيقول لك عندك بيزوم في هذه النمره هذه، كتقول له عندي بيزوم، كيقول لك صافي انا غادي ندير بيزوم دابا. كيدخل كيدير راسو دار بيزوم ما كيدير والو، كتعطي له واحد 5 دقائق 10 دقائق كيرجع كيقول لك اسمح لي راه بغيت ندير لك بيزوم ولكن وقع لي مشكل بلوكياو طنطن، يعني ما صدقش داك بيزوم. عرفتش غادي دير؟ كيقول لك انا غادي نمشي دابا للبنكه وعندك ترانسفيرنسيا في الكوينتا ديالك. اوكي كتقول له انت اوكي، كيمشي هو للبنكه كيدير راسو راه حدا البنكه هذا،
ولا كيمشي للبنك اصلا ماشي كيدير راسو، كيمشي للبنك وكيقول لك هذا وهذا، فواحد اللحظه كيقول لك رانا غادي ندوزك دابا الفلوس، اعطيني النمره ديال الترخيطه ديالك باش ندخل باش ندوزك الفلوس. انت ربما تكون مفعفع ما ردش البال، تعطيه النمره ديال الترخيطه ديالك كيدخل بها كيديك داكشي اللي عندك في الكاخيرو. يعني اما يدير داكشي لديه ولا يدير ترانسفيرنسي لراسو. مادام انك عطيتيه النمره ديال الترخيطه راه عطيتيه الاكسيس باش يدخل الكونت ديالك، هو ديك الساعه يتصرف كما بغا، يدير ترانسفيرنسيا يخرج الكاخيروس. كنعرفوا ان الماكسيموم هي 1000 اورو بعد الكاخيروس، كاين اللي 600 الاورو ماكسيموم، ولكن يقدر هو يدير ترانسفيرنسيا الكونت ديالو مثلا ايميدياتا ويدير لك رزقك كامل وتبقى انت على الدس. فرا مشاتو عين تمشي لك رزقك. وزيد 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 انواع اللي هي كثيره من انواع ديال الصطافه والنصب اللي كيستعملوها مؤخرا، واللي كل مره كتطور الطرق وكتعدد، والهدف واحد هو النصب. طبعا الحال هذا هو الهدف الاخر اللي كيبقى. انسان ما يمكنش نكون وصلنا ل 2024 وباقي كتصرف في العقليه ديال 1995، لا ما يمكنش. الا كانت 2024 خصك تكون عندك العقليه ديال 2024 كتصرف دائما بذكاء بحذر، دائما على بال، سواء في المساله اللي عندها علاقه بالفلوس ولا من الطريق ولا التعامل مع البراني ولا اي حاجه، دائما خصك تكون على بال. تكون على بال غتكون مزيان. اذا كنتي كتغفل هكا ولا هكا وكيسحب لك النيه وباقي كدير النيه في هذا العصر هذا، راك انت باقي معطل وراك غادي تشمت، وغتكون من الناس اللي بزاف منهم اللي تشمتوا ما بغيتكش تكون من هذوك الناس هذوك. اذا الفيديو كنظن الفكره وصلت وفهمتوها وعرفتوها. من الفيديو ولكم التعليق والبارطاج، دير لايك وبارطاجي المعلومه مع الجميع، خلي الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس باش كلشي يستافد ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.